السلام عليكم الإخوان من جديد، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو أكون في صحة جيدة. أول رد للإعلام التونسي على التصريحات والادعاءات مدرب المنتخب التونسي بعد الخسارة حول المغرب. اش قال؟ بأنه المغرب كيدير بعض التصرفات وكيدير الإغراء، وصف كلمة إغراء شوية استدرك وقال استقطاب يعني بحال قلتي برشوة وبإغراءات مالية وما إلى ذلك. المغاربة ما سكتوش بطبيعة الحال، قربلوها ونط قربالة على هذا المدرب هذا. غنشوفوا هذا البلاطو كيفاش جاوبوا، كيفاش صرحوا، حتى نشوفوا التدخلات ديال المتدخلين كيفاش جاوبوا بالامور واضحه. خليك تشوف الفيديو من الاول للاخير، في الاخير نجاوبوه حتى حنا بطريقتنا ونعطيو بعض الامور ونعطيكم الراي ديالي في هاد التوانسه كاملين، وكيهمني انا الراي ديالك. نتلاقاو في الاخير. كنتي اول مره تعمل ديروا واحد الاشتراك، شكرا الناس كيديروا لايك مثل الفيديو. نتلاقاو في الاخير. ما بعد الهزيمة ضد غامبيا 1-0 به مرة أخرى نجد أنفسنا مجبرين على مناقشة تصريحات قيس اليعقوبي. أنا البارح والله راني ما حبيتش نحكي فيه الموضوع، لكن أثار ضجة كبيرة بعد حديث قيس اليعقوبي على مبالغ خيالية ومقابل مادي للاعبين مزدوجي الجنسية لاستقطابهم في كل من الجزائر والمغرب. التصريح هذا أثار جدل كبير في الزوز بلدان، خاصة في الجزائر. البارح أنا تابعت في قناة الهداف حسان بالحاجي مدرب حراس منتخب الجزائر السابق، واللي اشتغل في شبيبة الثورة مع قيس اليعقوبي، ونفى كلام قيس اليعقوبي. ما نعرفش علاش انا ديجا قيس اليعقوبي ذكر مدرب الحراس حسان بالحاجي وكأنه اتهم بتسريب معلومات عن منتخب الجزائر طوال فترة طبعا توليه مسؤولية مدرب حراس. بوعكاز ايضا عبسطة هبط ستاتيو، هبط تدوينه. كنت نجم تقولنا شنو فيها التدوينه نتاع بوعكاز مدرب تونسي في الجزائر؟ هو قال انه كل شخص معناها يصرح هو مسؤول على تصريحه ويلزم كان هو، وانه الدولة لا يمثلها الا رئيسها. معناها ماهوش تصريح نتاع ناخب وطني او مدرب او معناتها اي واحد كي يصرح راهو لا يمثل معناها تونس ولا يمثل معناها الدولة التونسية، لانه هذا تعرف انه معناتها نتصور انا الستاتيو اللي عمله تداعيات التصريحات الاخرانية على مستقبل المدربين معناها كسوا في الجزائر او في المغرب، واللي الحقيقة علاقتنا معناها الرياضية والأخوية كبيرة برشا بين مع المغرب ومع الجزائر. باهي، معز بوعكاز المدرب التونسي المتواجد طبعا في البطولة الجزائرية، درب في الثورة هكا ولا لا؟ أوجبو في أوجبو، سامحني، درب الثورة هو قبل درب عدد فرق معناها معز الحقيقة، فرق كبيرة في الجزائر ومعناتها عنده تاريخ كبير في الجزائر. قال كل واحد مسؤول عن كلامه وتصريحاته، ما يمثل الدولة كان رئيسها. التصريح هذا نتصور أنه ينجم يسبب مشاكل، يعني تصريح قيس اليعقوبي لبعض الفنيين التوانسة في الجزائر. محمد شنو رايك؟ بما انه التصريح راه اكبر من حجمه، حتى يرى مسيح حكيت عليه مواقع فرنسيه، مواقع فرنسيه راهو خلينا نحكيوها بلغه الكوره. خلينا نحكيوها بلغه الكوره. انا بلغه الكوره انا نقول هذايا التصريح هذايا مثلا نقول الدفع المسؤوليه نتاع الخساره، امتصاص غضب نتاع الشارع التونسي. غامبيا اللي احنا كنا مهما يكون غامبيا وجزر القمر وكذا، هذوما نحن تونس، وجي تربحك في رادس بالذات. مهما تكون العوامل، انت خذيت مقاليد المنتخب الوطني، ما عندك حتى عذر، كل شيء حضرت كل شيء، ولكن الاكثر اللي انت قلت انا قادر وانا نجم نتعدى وانا عندي الامكانيات الكل البشريه والفكريه اللي انا والفنيه اللي انا نجم نتعدى اي عقبه. لكن هذايا نقولوا نحن ما صارش هذايا، صارت كديكلاراسيون شو نقول لك، هي ما تمثلش كان قيس اليعقوبي، ما تمثلش مثلا الشارع التونسي ولا الفنيين ولا الملاعبيه اللي تربطنا علاقه سورتو بالاشقاء الجزائريين، علاقه كبيره، والمغاربه زاد كيف والمغاربه زاد كيف شو نقول لك، انا نفسرها انا نقول انا حتى انا نفند كلام قيس اليعقوبي. شو نقول؟ انا نقول مثلا انا نعرف كفني وكملاعب قديم، نعرف اللي نقيم الامور، نشوف اللي بيتكوفيتش اللي هو يمشي ينيغوسي ويقول انا
مش نمشي نيغوسي حتى مع جمال زوج بالماضي تفاوض مع عديد اللاعبين انا شوف انا كل كي نشوف الاطار الفني هو اللي يتفاوض ويقول وياخذ الانيشيتيف ويكون حازم يقول اللي ما فماش محمد. انا مره سالتك على سفير تايدر قلت لك خذا مقابل مادي ولا لا؟ خاطر انا نسمع انه لاعبين قريب لسفير تايدر. دقيقه محمد، لاعبين جزائريين تلقاو مبالغ، تلقاو ممكن عقود استشهاريه وفما حتى شكون خذا دار هذا اللي نسمعوا انا، خذاو ديار وخذاو ممكن ديزابارتمون لتمثيل المنتخب الجزائري. هذا نسمعوا. اما انا كمدرب للمنتخب بعد خساره ضد غامبيا ما نجيش نجبد موضوع كيما واقع الحاله مين نجم انا كاعلامي نناقش الموضوع معك انت، نجم انت ككرونيكور ممكن تذكر واقعه صارت ولا مقابل مادي خذاه لاعب مثلا في الجزائر. انا ما سمعت في الجزائر، المغرب الحقيقه ما سمعتش. واقع الحاله مين يكذب الكلام اللي هو واقع الحاله. خذا ولا لا ما خذاش، لكن انا واقع اكد هذا انه سفير تايدر ما خذاش مقابل مادي لتمثيل الجزائر. اي ناكد لك، لكن وعلاش ما مثلش تونس وقت؟ شوف خليني نكمل لك المعلومه. اول حاجه انا قلت لك واقع الحالي كذب الكلام هذا. علاش؟ لانه لونترونور شكون لونترونور بيتكوفيتش قدام القرارات اللي نجم ياخذها مسؤول مهم كما صادي. ما ينجمش ياخذ قرار في شخص صادي وفي قوه صادي، ما ينجمش. لكن شفنا لونترونور اللي هو يمشي ينيغوسي، هذا تخرج من الامور الماديه. خرجنا من الامور الماديه. علاش خير الجزائر على تونس وقت وخوه يلعب في تونس؟ علاش؟ هو شوف هي اختيارات العائله تدخل فيها. تايدر اختار تونس، سفير اختار الجزائر، في الاخر اختار تونس. نعم العائله هي اختار تونس في خوه. هو اختار. لا ما اللاعب اللي يختار هو. انا ممكن نمشي فيما يخص ممكن تنحيت نبيل تايدر من المنتخب بعد ماتش نيجيريا، بعد ما سجل الهدف التاريخي في نيجيريا، لقى روحه خارج القائمه. يذولي في مباراه موزمبيق حاجه المباراه اللي بعدها اللي خسرناها وما ترشحش كاس العالم. سامحني، فما عقود ما بين اللاعبين الدوليين والجامعات الرياضيه ولا لا؟ يظهر لي فما عقود. وقت اللي انت تمشي تفاوض لاعب في فرنسا ويكون عنده مزدوج جنسيه، راك فما عقد انت تتفاهم مع اللاعب منح بريمات في ديزانديمنيتي فيه. فما شكون يحطوا حتى لازم يكون معناها طون جو معين، لازم يلعب، ما يجيش هو في كونفوكاسيون ما يلعبش كي يبدا هو اسم معناها. انا نقول سامعني يمين بالله، انا تو حتى ما انا مسؤول. انا نحي لونترونور اللي هو يفند كل شيء، لانه اونترونور شخص لونترونور كي يمشي يتفاوض راهو ما عادش ندخل في الامور الماليه، تو ندخل في الامور الفنيه وندخل في امور اخرى. لكن انا كي نجي نقول اللي المسؤول هو اللي مشى ينيغوسي. اي شنو المشكل؟ المسؤول اللي مشى ينيغوسي. انا المسؤول مشيت النيغوسي، ولد بلادي جاليه نتاعي ولد الجزائر، اعطيته اكثر اهتمام ونحب ندلو لا اكثر لا اقل. انا خويا نحب ندلل ملاعبيتي، نحب نمشي ندخلهم من الباب الكبير ونرجعهم ونقول نساهم كما نقولوا نحن، حتى وان كنت اعطيتهم ديما نحببهم في بلادهم اكثر. انا عندي معلومات اخرى فيما يخص سفير تايدر، قال انه لم يمثل تونس لانه المشروع لم يكن باهميه مشروع الجزائر. قال البروجي نتاع الجزائر كان بلوز انتريسون هكا. كل واحد يعني. كل واحد يقول كل واحد وظروفه، كل واحد شنو يشوف، شنو وين يرتاح. وان بلوس فما جوارات يلعبوا معاه ساعتها يلعبوا معاه في الجزائر. زاد فما استقطاب من الملاعبيه، فما ملاعبي مثلا المغرب سمير نعرف انه اللاعب اشرف حكيمي ماتوا عليه اسبانيول، لا فيدراسيون اسبانيول تجري وراء اشرف حكيمي وهو رفض تمثيل المنتخب الاسباني رغم انه مولود في اسبانيا وترعرع في اسبانيا وحياته كلها عايش في اسبانيا. لكن ما يربطه بالمغرب رابط قوي جدا، خاصه اسرته اللي ممكن نمات الرابط هذا. مال حتى في الجزائر وفي المغرب وفي نفس الشيء هو حب الانتماء إلى ذلك البلد. جذور وين؟ في المغرب، في الجزائر، في تونس. نترفع على الفلوس والمشروع الرياضي كل شيء. أنا في حاجة أني نعطي لبلادي هذيك ونقدم لها خدمات اللي ربما نجم نقدمها لها. أمثلة رياضية نعطيك في المغرب وفي الجزائر كيف وجود اللاعبين هذوما ابراهيم دياز وغيره من اللاعبين خدموا رياضيا، وحتى في الجزائر خدموا رياضيا المنتخبات نتاعهم، لكن كذلك المنتخبات نتاعهم خدمتهم رياضيا لانه اعطتهم مجال وفرصه انهم يتالقوا ويعطيوا من امكانياتهم. ماهوش معناها مضمون انك تلعب لمنتخب فرنسا او منتخب الاسباني او غيره من المنتخبات معناها لكن في المنتخب المغربي او الجزائري يوفر لك ظروف نتاع نجاح اللي يخلي اسهمك وقيمتك الرياضيه والماليه ترتفع وبصفه كبيره. والامثله كثيره على ذلك. الامثله اللي ما حبوش يجيوا ولعبوا لمنتخباتهم وفي الاخر خذاهم النسيان، وامثله اخرى كذلك
جات لمنتخبات الجزائر وتونس والمغرب وغيرها وتألقوا في المنتخبات وعملوا مسيرة رياضية ممتازة برشا. ما نربطوهاش بالمبالغ المالية وغيرها. فما برشا أمثلة. تصديق لكلامك لاريير دروا اللي يلعب في اللي لعب في باير ليفركوزن اللي عبر على استعداده باش يجي للجزائر وقت هو كانت التخمام الأخير هو الجزائر بعد ألمانيا ديجا ما وافقوش عليه وما جابوهوش واستغاضوا عليه. هذا يبين لك اللي هي ماهيش اغراءات. تحكي لفايزر على فايزر هذه ما يقول هذا يفند الاغراءات. ما عادش فما اغراءات لهنا. الاهداف الرياضيه راهي هي تسمى اغراء. الاهداف الرياضيه وقت اللي اليوم انا كراجراجي بيان سور تبيع البروجي انت نمشي نيغوسي مع دياز تغري اللاعب بالمشروع. انا نهائي مونديال امين ونمشي انا لدياز راني نحكي معاه. انا عندي افاق اخرى في المونديال. عندي افاق باش نفوز بكاس افريقيا. عندي معناها الحقيقه اهداف وبرنامج رياضي كبير بالنسبه للجامعه. كي تمشي كجزائر وقت اللي يبدا عندك رياض محرز من احسن اللاعبين في اوروبا وقت اللي كان سيرتان مومون في السيتي وكل شيء وقت اللي تمشي باش تقنع لاعب صغير باش يجي يلعب معاك وانت عندك محرز في الفريق راهو مهم ومهم جدا. فما لاعبين ايضا هما اللي يخدموا الخدمه هذه راهو يساهموا اكيد خاطر هما يلعبوا في فرق كبرى. ولكن احنا اليوم اللاعبين نتاعنا كمنتخب تونسي ما عندناش لاعبين تنشط في فرق كبيره. ما عندناش لاعبين اللي لازم تتدخل قادره باقناع اللاعبين الصغار باش تجيبوهم. ما عندناش ان بروجي سبورتيف اليوم باش نجموا نجيبوه. ما فوزناش بكاس افريقيا عندنا 30 سنه. شنو هي ابار لا كاليفيكاسيون لكاس العالم شنو قاعدين نعملوا؟ نتفاعل معاك انا وحكينا على الخبر في مناسبات سابقه انه عادل رمزي مدرب الوداد السابق اللي هو عنده الجنسيه الهولنديه مسؤول على مشروع في هولندا لقطع الطريق على المغرب من اجل استقطاب المواهب المغربيه الهولنديه. يظهر لي هو كان خذا لوديسات يظهر لي نتاع منتخب الهولندي ولا حاجه هكايا. دونك لهنا خليه لمتابعه لي بي ناسيونو بالضبط في مهم جدا لانه شوف الخليه يظهر لي حتى تحكي عليها برشا انه شنو قيمه الخليه وقت اللي تعمل خليه انت وغير قادر انك تبيع لها ان بروجي سبورتيف. شو معناها تبيع لها تقنعها بالبروجي سبورتيف نتاعك وقت اللي هو مش موجود وما عندكش استقرار اداري وما عندك الجامعه وما عندك حتى هدف وتترشح ثاني في تصفيه كاس افريقيا تحب تجيب لي ناسيونو. خلينا نحكي عن منتخب المغرب والاستعدادات طبعا للمونديال وكاس افريقيا وكل منتخب المغرب 34 هدف في اخر 8 مباريات بين تصفيه كاس افريقيا وتصفيه المونديال. المغرب يستعد لكاس افريقيا للامم 2025. اشغال على مستوى الملاعب على مستوى البنيه التحتيه تي جي في اللي حكينا عليه القطار السريع اللي باش يتكلف تقريبا 9 مليار دولار. الحديث على هذا كل معنا طبعا الصحافي من فاس صحفي رياضي محمد خراس. الانترفيو. محمد مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. تحية كبيرة لك أخي أمين وتحية لكل ضيوفك الكرام على رأسهم ابن عائلة كرة القدم وعائلة السليمي سمير السليمي اللي نقول له تاريخ عائلتك الكروية يعرفوه في المغرب وفي الجزائر وفي كل الدول وما عاش اللي يقدر أنه يمس تاريخك ولو بكلمة مش كويسة. ربي يحفظك خويا. والاشهر طبعا في المغرب من فريق سبورشيك هو سمير ولا خالد خالد القرب نجم الرجاء السابق. شوف سمير كان عنده ربما ولاني غاطي صلح لي انه كان عنده ثنائيه كبيره مع عبد الجليل حدا كما في النادي يعرفون وحتى كانوا فازوا بالبطوله العربيه الكاس العربيه الممتازه في السنوات التسعينات الى غير ذلك. اما حتى خالد القربي لما نقولوا الرجاء نقولوا خالد القربي هو عادل الشاذلي بطبيعه الحال. شوف علاقه اللاعبين التوانسه في المغرب علاقه كبيره علاقه مبنيه على الاحترام لان الشعب المغربي والاعلاميين المغاربه والجمهور المغربي يقدر كفاءه اللاعب خاصه لما تعطي لو بليس. اما لو بليس لما تعطيه في الميدان سواء كمدرب ولا كلاعب نقدروك. اما لما تعطيه فقط بالكلام فبطبيعه الحال وجب وضع كل شخص في حده. وحيحضر معي محمد سليتي وعبد الستار موسى ايضا. وانت صديقنا محمد تهدر مليح بالتونسي. شوف انا في مره نحكي بين ضفرين. في مره وانا نتكلم مع استاذي وهرمنا الكبير السي فتحي المولدي ربي يطول في عمره قال لي انت ابدا انك تكون مغربي. قال لي انت تونسي بالطبع. فانا حتى نفتح قوس على علاقتي بدوله تونس رياضيا واعلاميا. انا من عشاق قناه تونس 7 في سنوات التسعينات وتحليل سي خالد حسني وسي تميم الى غير ذلك. وبعدين لما برزت القوة المعلقين التوانسة كسي رؤوف ولا سي عصام إلى غير ذلك زدنا تقربنا
والعلاقه دائما علاقتي مع الاخوان في تونس علاقه كبيره مبنيه على الاحترام ومبنيه على المصداقيه في الكفاءه المهنيه. الكابتن مع الاسف راهو غادرنا كابتن خالد حسني بعد تلقي عرض مغري من اذاعه شقيقه. الله غالب نعرف انه عنده شعبيه كبيره في المغرب. منتخب المغرب يبدو مستعد كما يجب. اعطينا بعض الارقام، يعني 34 هدف في اخر 8 مباريات من بين تصفيات الكان وتصفيات كاس العالم امريكا 2026، ومنتظر ايضا تدعيم الفريق باسماء جديده مزدوجين الجنسيه يحكينا عليهم ينشطوا في اوروبا. شنو اخر الاخبار فيما يخص هذا؟ اولا اخر الاخبار انه المنتخب المغربي في التصفيات اللي هي خداها بكل جديه، لعب 6-6 يعني 6 مباريات 6 انتصارات 29 هدف وتلقى فقط هدفين، يعني رقم كبير، رقم يظهر لك التغيير الجذري في عقلية وليد الركراكي من المدرب اللي كان معروف عليه ذاك المدرب البراغماتي الواقعي اللي يبحث عن النتيجة أكثر من أنه الفرجة. ولكن ما وقع بعد خيبة الأمل من الخروج الغير متوقع في كأس أفريقيا الأخيرة جعلت من وليد الركراكي يشتغل أكثر فأكثر، يعرف بأنه المنتخب المغربي أو الكرة المغربية هي كرة فرجة وكرة متعة وكرة أهداف. فكان هناك استقدام لاعبين جدد بمشاريع رياضيه، وسأعود معك الى قضيه يعني استخدام اللاعبين مزدوجي الجنسيه بالمشاريع الرياضيه وليس بامور اخرى. فعلى غرار ابراهيم دياز، على غرار الياس بن صغير، على غرار ادم ازنو لاعب نادي بايرن ميونخ اللي هو من خريج مدرسه لاماسيا ببرشلونه. كل هؤلاء اللاعبين ضف على ذلك زامن ذلك الاخفاق مع تالق المنتخب الاولمبي في الاولمبيات الاخيره وحصوله على الميداليه البرونزيه، خلى وليد الركراكي يخرج من شيء ما من عاطفه المجموعه اللي مشات معاه الى الرتبه الرابعه عالميا، ويدخل في امور اخرى اللي هي الجاهزيه سكون لا فورم دو جو. وانا تحت رقابه سي محمد سليتي وسي سمير ويعرف الامور التقنيه اكثر مني، انه اللاعب الجاهز، اللاعب اللي عنده ان طون دو جو كبير هو اللي يصلح انه يكون في التشكيله الاساسيه. وشفنا التغيير الشامل، شفنا الخيارات اللي بالامس القريب ما كناش نتوقعوها، على غرار عدم استدعاء حكيم زياش نظرا للمشاكل اللي واجهها مع غالاتا سراي، على غرار استدعاء جمال حركاز لاعب نادي الوداد البيضاوي اللي منتظر انه يلعب كاس العالم للانديه، على غرار تغيير المركز لإلياس بن صغير من مهاجم ايمن الى من مهاجم ايسر الى صانع العاب، وشفنا يعني لو بلوس، بالاضافه الى سفيان الرحيمي اللي اكد مباراه بعد اخرى انه قطعه اساسيه في التركيبه البشريه. على فيما يخص اللاعبين مزدوجي الجنسيه اللي ينشطوا في البطولات الأوروبية، أكيد أنه آخرهم كان لاعبين اثنين، هو أسامة الصحراوي الذي تلقى دعوة من المنتخب النرويجي، ولما نقولوا النرويج نتكلموا على أوديغار، نتكلموا على هالاند، نتكلموا على أوديغار، نتكلموا على احتمالية أنك تلعب بطولة أوروبية وتلعب لما لا حتى كأس عالم. ولكن الشخص فضل المنتخب المغربي في حوار شخصي بينه وبين وليد الركراكي. وليد الركراكي كان صريح معه واكد له بانه الرسميه في المنتخب المغربي اصبحت شيئا ما صعب. قال له انا نجي للمنتخب المغربي نلعب نحارب على مكانتي حتى نكون واحد من التشكيله الاساسيه. وهنا يبين لك لما تكون عندك قيمه في تاريخ يعني تاريخيه في مجال الكره وتكون عندك دي لوفي، يعني اليوم نتكلموا على رابع عالم، نتكلموا على خليه كبيره. وهنا نرجع ببعض الناس اللي يتكلموا على ان المنتخب المغربي يستخدم لاعبي، سامحني نفتح قوس خويا امين، لانه بقدر ما تاثرت بهزيمه المنتخب التونسي امام في المباراه الاخيره، بقدر ما استغربت بتصريحات السي قيس يعقوبي المحلل السابق والمدرب السابق نتمنى للمنتخب التونسي، لما قال بانه الجزائر والمغرب يستخدمون اللاعبين مزدوجي الجنسيه بالمقابل المادي، بالاغراءات بالمقابل الماديه. اولا عمر ولا كان هذا الشيء بالنسبه للكره المغربيه، لانه لو نعود
وسمير يعرف عبد الجليل حدا اكثر مني. التشكيله نتاع عبد الجليل حدا وباصير وشيبو كلهم كان ان برودوي لوكال اللي كملوا مسيرتهم الكرويه في اوروبا. التشكيله اللي مشات في 2022 الى المرتبه الرابعه عالميا من 26 لاعب 13 لاعب ان برودوي لوكال، سواء من اكاديميه محمد السادس، من الرجاء، من الوداد، على غرار ياسين بونو، التقناوتي، يميق، بدر دانون، يحيى عطيه الله صاحب التمريره الشهيره، ليوسف النصيري اللي حتى هو برودوي لوكال. يعني انه اليوم ما فيش اغراءات ماليه. نزيدك نقطه مهمه اللي نوصلها للسي قيس اليعقوبي. حكيم زياش واجه الامرين في هولندا لما اختار المنتخب المغربي، وللاشاره وهذا بتصريح وموجود عبر اليوتيوب بتصريح من مصطفى حاجي اللي كان مساعد مدرب. حكيم زياش لما تجيه الدعوه من المنتخب المغربي يجي في طائره على حسابه الخاص، ولا بريم دو ماتش اللي ياخذها من الجامعه ما ياخذهاش معاه، يوزعها على العاملين اللي في الجامعه الملكيه، يعني من دي زازون دو سيكوريتي الى غير ذلك، على اي اغراءات ماليه. اليوم هناك فيما يخص محمد، لأن الوقت يداهمنا، فيما يخص حكيم زياش، حكيم زياش اذا عاد ممكن الى مستواه سيعود المنتخب المغربي، ولا موقفه من القضيه الفلسطينيه تسبب له في مشاكل طبعا في المغرب؟ شوف، علاقة حكيم زياش بوليد الركراكي علاقة كبيرة وعلاقة وطيدة. اوكي، اليوم المشكل اللي راح يطيح فيه حكيم زياش هي قيمة النادي اللي راح يلعب فيه، لأنه اليوم مش ممكن أنك تجيب لاعب مع كامل احتراماتنا يلعب، لأن اليوم حتى نكونوا واقعيين مع نفسنا. تعرض لإصابة ويعيش وضعية صعبة في جلطة سراي، متفاهمين. لكن شوف لما تكون لكن ما نشره على انستغرام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تسبب له في مشاكل أم لا؟ لا بكل امانه، مش دفاعا على اي شخص، انه القرار كان قرار رياضي. انت عندك ابراهيم دياز وعندك الياس بن صغير وعندك عبد الصمد الزلزولي في فورمه كبيره. مش ممكن انك تجيب لاعب 30 دقيقه في مده 4 أشهر، 30 دقيقه كامله تعوضه او تخليه يكون اساسي في مكان لاعبين اللي يلعبوا الاوروبا ليغ والشامبيونز ليغ الى غير ذلك. البنيه التحتيه، الاشغال، تي جي في، الملعب الذي سيكون الاكبر في العالم في كازابلانكا، وين وصل المغرب في كل هذا؟ اعطينا فكره على تسارع وتيره الاشغال قبل كاس افريقيا الامم ومونديال 2030. أكيد أن المملكة المغربية في إطار سياستها الرشيدة تحت قيادة جلالة الملك يعني أخذت عهد على نفسها أن تكون عاصمة الرياضة الإفريقية والعالمية، وإحنا شاهدنا ذلك من خلال الكؤوس العالمية للأندية التي يعني تم تنظيمها في السابق. اليوم الملاعب هي في مراحلها الأخيرة باستثناء مركب محمد الخامس اللي ربما سيأخذ تأخر شيئا ما لشهر أو شهر ونصف على الزمن اللي كان محدد له، ولكن كل الأمور تمشي في مكان مسطر لها من طرف الجامعة الملكية، أننا نكون في ملاعب كبيرة وحتى نشاهدوا نسخة كبيرة في كأس أفريقيا سنة 2025 التي ستكون في شهر ديسمبر بالمملكة المغربية، لأن سمعت بعض الأقاويل تقول بأنه ربما هناك اجتماعات، هناك غضب من الاتحاد الإفريقي، فمش ممكن أن يكون غضب من الاتحاد الإفريقي على المغرب. واليوم أول أمس المغرب يفتتح ملعب الحسيمة اللي لعبت فيه مباراة مدغشقر وجزر القمر اللي تأهل فيها جزر القمر، وللمغرب ينظم كأس أفريقيا للأندية البطلة للسيدات، وللمغرب ينظم في تظاهرات كبيرة. حضرنا مكان محمد استوديو لنقل طبعا المباريات ويكونوا حاضرين معاكم غادي في المغرب. يا خويا تجيوني قبل التظاهره وتمشيوا بعد التظاهره، اذا ما مشي لكم الارض نمشي لكم فقراتنا وعينينا بطبيعه الحال. شكرا المغرب لك. بلدكم الثاني بطبيعه الحال. شكرا لك محمد يا محمد من فاس على كل هذه التوضيحات فيما يخص تصريحات قيس اليعقوبي. ايضا نريد الاخوه مستائين في المغرب بشان ما قال قيس اليعقوبي. يا محمد عندك تعليق ما يخص شنو زياش؟ نعرف انه ممكن انت عندك ما تعلق في لا مش زياش. شوف امين، انا توك باش نحكيو على المنتخب. اي نحن باش نحكيو على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي نعرفوه، لكن تويك يمثل اعلى نموذج في الانسجام حاليا في الافريق، في الانسجام، لانه تحكي على الاستمراريه. لكن حاليا انا نحب نشوف المنتخب المغربي بعد التعديلات، لانه تويك
فما استقطاب جديد من اللاعبين جدد، اسكو نحب نشوف كيفاش يتعامل الرقراقي، اسكو مش يقعد الانسجام هو بيدو بالتعديلات هذه اللي مش تصير. نشوفوا المنتخب المغربي خاصه لا امين لا امين الاقصائيات شوف في الاقصائيات في الكوب دافريك راهي تختلف، لانك عندك على ماتش واحد وعندك كيما الكوت ديفوار كيما مصر كيما السنغال راهو تنجم على ماتش تنجم ما يكونش في نهار المنتخب المغربي تبدل الاوضاع الكل. لكن نحكي لك على التعديلات شنو كيفاش يوظفها صديقنا يعني كما سمعتوا الاخوان. الاعلام التونسي بغى ينقد ماء الوجه ورد على الادعاءات ديال هذاك المدرب التونسي قيس اليعقوبي، ولكن اللي كان عنده غير شويه المنطق غادي يفهم ان فاش قال المغرب كيعطي الفلوس وكذا، واش حكيمي كيتخلص عاد شحال 90 مليون في الشهر ولا ما عاد في 90 مليار ولا مو واحد المبلغ خيالي. دياز وكذلك اللاعبين وكذلك غيتسناو في المغرب انه يعطيهم هاد المبالغ، ولا كان المغرب قادر يعطي هذه المبالغ علاش المنتخبات الاوروبيه بتعطيش هذه المبالغ؟ يعني واحد الكلام لا يقبله العقل، فقط هو غير كيبرر الفشل ديالو وفشل ديال المنتخب التونسي وتونس بصفه عامه، وبدا يضرب شرقا وغربا. هذه من جهه اخرى انا التوانسه كاملين صراحه باش نكونوا واضحين عندهم واحد الخبث. شفنا في التعليق ديال اخر تعليق فاش قال هذيك سليتي قال لك المغرب واخا دار شي حاجه مزيانه ولكن راه باقي ما شناش، راه يقدر في البطوله ما يدير والو. هذا عرفتوا دائما التصريحات ديالو ضد المغرب. ولكن باش تعرفوا الاخوان ان التوانسه بخلاف المصريين، نقدر نقول لكم بخلاف المصريين ممكن انهم يحطوا النقطه على الجرح وهذه، ولكن التوانسه فيهم واحد الخبث كبير بزاف. الكره ما كتمشي معاهم كيبداو يطبلوا وكل شيء، ولكن الكره ما كتمشي معاهم فيهم واحد الخبث. تفاعل معايا، بغيت الراي ديالك في هذا الموضوع هذا وتفاعل معايا، وياك سمعتي الادعاءات والتصريحات ديال المدرب ديالهم الفاشل وبسبب الاعترافات ديالهم الفاشل. اكتب لي في التعاليق. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلا.